أهلا بيكم. أحيانا بنسمع شكوى من ناس حاولت كتير تضبط وزنها، لكن للأسف ما قدرتش توصل لنتائج مرضية رغم محاولاتهم الكتيرة من اتباع أنظمة غذائية أو تناول مكملات غذائية أو اتباع أنظمة رياضية. ورغم كل ما بذلوه من وقت وجهد وفلوس، لكنهم ما قدروش يحققوا هدفهم في الحصول على جسم متناسق ووزن مناسب. علشان كده خصصنا حلقة النهاردة لشرح العوائق النفسية لضبط الوزن. الحقيقة ان العقل والجسم مرتبطين ببعض ارتباط وثيق بيخلي الجسم يعكس صورة افكار العقل، بمعنى ان اللي بيصدقوا العقل بيحسوا الجسم حتى لو مش حقيقي. طب ده معناه ايه؟ وايه علاقته بضبط الوزن؟ ده معناه اني عشان اوصل لوزن معين او شكل جسم معين لازم الاول اصدق اني اقدر اوصل واشوف نفسي فيه من غير ما اشوف. ساعتها جسمي هيعكس صورة فكرتي عن جسمي اللي عقلي صدقها ويأقلم نفسه علشان يوصل لها. طيب ليه بنلاقي صعوبة اننا نصدق ده؟ ليه صعب نصدق عن نفسنا الصورة الذهنية الإيجابية دي؟ لأننا ببساطة مصدقين عن نفسنا أو عن جسمنا أفكار سلبية بتمنع عقلنا إنه يصدق الفكرة الإيجابية دي، وهي دي العوائق النفسية لضبط الوزن. وطول ما احنا مصدقين عن نفسنا أو عن جسمنا أو حتى عن حياتنا أفكار سلبية، عقلنا مش بيقدر يتخيل صورة ذهنية إيجابية عننا ويصدقها، وبالتالي جسمنا مش بيستجيب للتغيير. طب الحل إيه؟ في الحالة دي محتاجين نلجأ لكوتش صحة معتمد يساعدنا في اكتشاف الأفكار والمعتقدات السلبية اللي معطلانا عن الحصول على الوزن اللي بنتمناه، ويساعدنا كمان إننا نكسرها ونستبدلها بأفكار إيجابية تدعمنا للوصول لهدفنا في الحصول على الجسم اللي بنتمناه. في الحالة دي هيقدر عقلنا يكون صورة ذهنية إيجابية يستجيب ليها الجسم ويعكسها بمنتهى السهولة. لو بقالك فترة بتعاني علشان تضبط وزنك وجربت طرق كتير وما قدرتش توصل لهدفك، تقدر تتواصل معايا عن طريق تطبيق الدكتور علشان نكتشف الأفكار اللي معطلاك إنك توصل لهدفك ونستبدلها بأفكار تدعمك للوصول لهدفك. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكركم.